السلام عليكم ومرحبا بكم في البودكاست ديال اليوم. انا ريم وهذا ريم بودكاست، داركم الثانيه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو وفي الحلقه ديال اليوم غادي ندويو على اهم 3 الحوايج اللي غادي يعاونوكم باش توليو اقوى، ماشي غير جسديا بل فكريا. الا كنتو باغيين تطوروا من الشخصيه ديالكم، تزيدوا من الثقه ديالكم في نفسكم، وتوليو كتواجهوا الحياه بواحد الثبات اكثر، فمرحبا بكم اليوم. انا هنا باش نبداو الفيديو ديال اليوم. النصيحه الاولى واللي هي ضروري ما نتحكموا في الافكار ديالنا. كيفاش؟ خصنا نعرفوا باللي القوه ديالنا كتبدا من الطريقه ديال التفكير اللي كنفكروا بها، بحيث بزاف ديال الناس كيسمحوا للافكار السلبيه تسيطر عليهم بشكل او باخر، وهذا الشيء اللي كيخليهم كيضعفوا اولا كيضعفهم بلا ما يحسوا. من الكلمات الصغيره اللي كنقولوها بلا ما نحسوا، ما نقدرش ندير هذا الشيء، الناس غادي يضحكوا عليا، اولا حتى الكلمه ديال عمرني ما غادي ننجح. هادشي علاش انا هنا، وانا جيت باش نقول لك باللي خاصك انت وخاصك انتي، وخاصنا نواجهوا افكارنا ونختاروها بدل ما نتبعوها اولا ما نتبعوها. كل ما تجيك شي فكره سلبيه اولا شي حاجه اللي غادي تغير المود ديالك، سول راسك واش هاد الفكرة كتخدمني او لا كتدمرني؟ شنو الاحساس اللي كنحس به ملي كتجيني؟ واش عندها شي اصحيه او لا؟ اولا بمعنى اخر، واش كاين شي حاجه من هذوك الافكار اللي كتجيني صحيحه السلبيه بيان سور؟ ودائما نكونوا اناس اللي ما كيخافوش اولا ما نخافوش اننا نجربوا الحوايج اللي يمكن لينا نجربوهم، والحوايج اللي فريمون غادي يساهموا لينا في الحياة ديالنا من واحد الجانب اللي ايجابي واللي زوين بزاف. النصيحة الثانية واللي هي انه خاصنا نتقبلوا المسؤولية وما نلومو حتى شي واحد. بمعنى شنو؟ بمعنى انه الشخص اللي كيكون قوي فكريا ما كيلومش الظروف، ما كيلومش الناس وحتى راسو. الا وقع مشكل كيفكر اول حاجه في شنو يقدر يدير هو باش يبدل الوضع ديالو، او اللي يبدل او اللي يحسن او اللي يحل هذاك المشكل. حينت اساسا ملي كتكون انسان واخد المسؤوليه كتكون عندك واحد القوه وواحد الرغبه كتر باش تطور للاحسن وتبدل حياتك، وحتى في الغلط كتكون واعي به وكتعلم منه. ما كيأثرش عليك سلبيا بل كيأثر عليك ايجابيا، وكيخليك تزيد خطوه للور بدل ما ترجع، تزيد خطوه لقدام بدل ما ترجع خطوه للور. النصيحه الثالثه، خصنا ندربوا عقلنا على العادات الصغيره اللي كتكون عندها تأثير كبير. كونوا متأكدين وكوني متأكدة باللي أي قوة كتجي فهي من الاستمرارية حتى من الجسد ديالنا. هادشي علاش خصنا نعاونوا عقلنا بواحد العادات اللي من أهمها القراية ديال الكتوبة اللي كيدويو لينا على المواضيع العامة، سواء العلمية الثقافية الى اخره، وبزاف ديال المواضيع اللي ممكن نقراو عليهم ونعمروا بهم راسنا، وخصوصا اللي كتكون كتدوي على النفس والشخصيه وما الى ذلك. تاني حاجه الرياضه اللي كتنظم لينا الهرمونات وكتنقص لينا من التوتر. الكتابه حتى هي اللي كتخليك تفهم راسك و تكتشف الزوايا المختلفه من الشخصيه ديالك، كتنقص لينا من
اي حاجة سلبية سواء في الجسم سواء في الافكار سواء في اي جهة من او اي جانب من الجوانب ديالنا، وكتعاوننا بزاف في هاد الموضوع ديال اليوم. واهم حاجة في هاد الشي كامل واللي نبغي نركز لكم عليه ونبغيكم تاخدوه بجدية واللي هو الانضباط. الانضباط حتى في النهار اللي ما تقدرش او اللي ما تبغيش دير غير القليل، حيت في واحد الوقت من الاوقات العقل ديالنا كيدير لينا واحد العوائق غير مباشرة اللي ممكن حنا ما نحسوش بيها، كيقولك انا علاش غندير هادشي كامل، او لا انا عييت، او لا انا ما بقيتش قاد. كيبغيك دير واحد البوز حتى وعقلك باغي يعطيك هاد الميساج. حاول نتا مثلا كنتي كتقرا عشرة صفحات في النهار من واحد الكتاب كيدوي على واحد الموضوع معين، نقرا انا داك النهار حيت ما قادش او لا حاسه عقلي ما باغيش يقرا او لا شي احساس من هاد الاحاسيس السلبيه، نقرا غير 5، نقرا غير 3. المهم هو الانضباط على هذيك الحاجه اللي انا باغي نديرها، حيت عندي واحد لوبجيكتيف وعندي واحد الجولز خاصني نوصل ليه وخاصني نحققه. وصلنا للاخر ديال الفيديو. انا ما سخيتش بيكم، كنتمنى لكم السعاده وراحه البال، ونبغي نقول لكم باللي الا طبقتوا هاد النصائح كونوا اكيدين باللي غادي تحسنوا ولواحد الدرجه ما كتخيلش. ولو انكم تطبقوا نصيحه وحده وتكونوا اناس اللي صبورين، كونوا اكيدين غادي تشوفوا الغازولطه وغادي تحسنوا ان شاء الله، وغادي تشوفوا واحد الفارق في حياتكم الكبير، واحد التحسن، واحد الايجابيه، واحد لاصولي اللي هي واحد القوه في الافكار ديالكم. غير صبروا وعرفوا انه التطور والقوه الحقيقيه كتكون في العزيمه وطريقه تعاملك مع الحياه. انا كنبغيكم بزاف ونشوفكم في فيديو جاي.